شوي اللحمة في البيت مش محتاج مننا اي افتكاسات ولا اي تعقيدات. هتعرفي معايا ازاي تشوي اللحمة بطريقة بسيطة جدا وتتبيلة بسيطة جدا لأي حد مبتدئ يعملها بكل سهولة. مش بس كده، كمان هنشوي السجق بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، وان شاء الله هتعجبكم جدا. تابعي معايا الفيديو للآخر وان شاء الله هيفيدك كتير. اول حاجة معايا هي البصل، والبصل مختاراه احمر علشان نتيجته بتبقى اروع في الشوي. مش عندك وعندك ابيض مفيش اي مشكلة. ضربتهم في الكبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ناعم جدا. البصل اللي استخدمته كان صغير، فانت ممكن تستخدمي حوالي بصلتين كبار. بالنسبة للحمة فانت علشان تضمني شوي مظبوط وسوا مظبوط فلازم تختاري قطعية للشوي من اللحمة، وانت بتشتري من عند الجزار تكون قطعية للشوي. مثلا يعني فخدة العجل، فدي بتبقى قطعية برضو للشوي حلوة جدا. في قطعيات تانية بتبقى سواها ما بياخدش وقت في النار، فانتي لو انتي بتشتري تختاري قطعية تنفع تشويها. بعدين ضفت اللحمة بتاعتي وهبتدي اضيف عليها التتبيلة. حطيت البصل اللي عملناه، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة 7 بهارات، ورشة من جوز طيب فقط لا غير. وبعدين هنبتدي ان احنا نقلبهم كويس جدا علشان كل قطعة لحمة تشرب من التتبيلة كويس قوي. ممكن تسيبيها في التلاجة قبليها بيوم وده يستحسن جدا. لو مستعجلة ساعتين 3 ساعة، بس يستحسن قبليها بيوم. خلاص سيبناها في التتبيلة، هنبتدي نجهز السجق بتاعنا. فلفل الوان، وعندي البصل، وعندي السجق بتاعي. هنبتدي طاسة على النار وهنضيف لها بس الدهن اللي انتوا شايفينه ده. هيبتدي اللي هو ينزل كده الدهن بتاعه والدهون بتاعته، وهيبتدي ان هو يبتدي يسيح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بالسجق بتاعي اول حاجة على نار عالية، وبعدين هبتدي اقلبه كده، اديله التشويحة كده بتاعته عشان ياخد الصدمة معايا. اللي نزلته ده برضو دهن بس متقطع بشكل مختلف شوية. وبعدين اول ما لقيت السجق بتاعي دخل في السوا هبتدي انزل بالخضار بتاعي بالشكل ده، وعلى نار عالية هبتدي ان انا اقلبه لحد ما خلاص اوصل للون والدرجة اللي انا عايزاها. فكده انا وصلت لمرحلة الشوي للسجق. هنا عندي في الشواية اللي هي بتبقى على النار اللي انتوا شايفينها دي، حطيت اللحمة بتاعتي، وزي ما شايفين حاطة برضو قطعة من الدهن علشان برضو بتدي للحمة بتاعتي طعم حلو جدا. وبكده نكون شوينا السجق على الطاسة بالشكل اللي انتوا شفتوه البسيط السهل قوي ده، وشوينا اللحمة بتاعتنا في الشواية بتاعة النار زي ما شفتوا. وكنت طبعا بغطيها، يعني ما كنتش معلية كل الفترة على اللحمة بالذات، كنت بوطي وبغطي عليها علشان تستوي معايا. وبعدين وصلنا للدرجة ومرحلة الشوي واستوت معانا بالشكل ده، والسجق كمان كانوا حلوين جدا جدا. جربوهم وان شاء الله هيعجبوكم، واظن مفيش ابسط من كده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.